ان شاء الله يوم الخميس. كنا جايين نحج بصراحه. ان شاء الله حاجه حلوه ان شاء الله حاجه حلوه. الناس دي حاجه قبل كده كذا مره، انا اول مره. يعني احمد مرتضى ثالث مره، الاستاذ محمد سبع مره، محمود معروف 8 وانا 8 يا اولاد الايه؟ احمد بزيد 15 انا الوحيد اللي لسه على السجاده مستجد. عشان كده انا اكتر واحد ملتزم فيهم والله. ايوه عشان انت ما عندكش ولا ملتزم. لا عشان انا شايف لا، كل مصر في دعوه خاصه يقول لك يعني ايه من الشر بعد هيبقى في شر تاني بعد العيد. الدنيا هاديه جدا بس لمده حوالي 3 دقائق. لا والله انا بس عايز اقول للعيال اللي عماله اتفرج على الفيسبوك بيقول لك ده هو جاي مخصوص عشان الشيطان. فلا منزل له كانت عليه ماشي مش مشكله. يعني بس عايز اقدم احمد مرتضى، استاذ محمد وافع عضو مجلس اداره اتحاد الكوره الجديد، استاذ محمود معروف، طبعا استاذ هاني جديد رئيس اتحاد الكوره، الفنان الكبير العظيم جميل سيدي احمد بدير، مهندس هاني زاهد عضو وزاره الزمالك، ثروت زميلي نائب في البرلمان طبعا في تنفيذ اتحاد الكوره، كابتن اسماعيل يوسف في الكوره في الزمالك، وده محمود صلاح الصحفي المشاغب رئيس تحرير اخر ساعه واخبار الحوادث. تمام. وانا طبعا وحيد الضغطي. اولا هي صحبه جميله، لكن خلينا الاول نشكر ربنا ان هو اتاح لنا الفرصه ان احنا نيجي نزور مسجد سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام والحرم المكي ونشوف الكعبه الشريفه والحج. اثنين، دي فرصه ان انا بشكر السيد احمد قطان سفير السعوديه لانه سهل لنا المأمورية جدا في مصر. نمرة 3، خلينا نشكر الشعب السعودي المحترم على حسن الضيافة، حسن الاستقبال. يعني أنا راجل سعودي اسمه عبد الله صبيح سايب لي سيارته وموجود في مصر، سايب لي راجل شغال معاه 24 ساعة من ساعة ما وصلنا أرض المدينة المنورة، عامل معاملة كريمة محترمة جدا جدا جدا. إن شاء الله بإذن الله إحنا يوم السبت الصبح متواجهين من أماكن مكرمة، ندعي إن شاء الله، ندعي ربنا يقبل حجتنا ويبقى حج مبرور ويبقى ذنب مغفور. وأنا بس ليا سؤال، في ناس بتيجي تحج كل سنة، مش أنتوا طبعا، مش أنتوا خالص كل سنة. أنا النهارده سألت نفسي سؤال، الناس دي في انتخابات مجلس النواب كانوا بينزلوا ضد الانتخابات، كانوا بينزلوا يزوروا ويقتلوا بعد ما الحج. حاجة غير طبيعية. يعني أنا متصور إن أنا أطلع من هنا اللي هيشتمني يقول هو إيه سبب؟ أنا عايز أعرف اللي رجع من الحج ده. طيب يعني أنت أول حجة وإن شاء الله لما تنزل مصر خالص السماحة والجمال يا ربنا ابقوا قابلوني. السلام عليكم. يلا